يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده. حبيت نبدأ اليوم من اوله مع بعض. عايزة النهارده اكلمكم عن تأسيس التوأم ازاي. انا بأسس ولادي، انا ما بوديش حضانة يا جماعة ومش بحب اودي حضانة. طبعا في ناس مضطرية تودي حضانة وربنا يكون في عونهم، وفي ناس بتشتغل وكل بيت وليه ظروفه طبعا. بس انا بما اني يعني مش بشتغل وقاعده في البيت ف يعني انا بفضل ان انا ولادي يبقوا قدامي. في ناس بتقول بتحب تودي الحضانه عشان الولاد مثلا يعتمدوا على نفسهم، عشان يختلطوا بالاطفال. آه، يبقى عندهم يعني ما يبقوش منطويين، ويبقى يعرفوا يتعاملوا مع الناس. انا بصراحه يمكن كنت بتأثر بالكلام ده الأول مع ابني عمر، وكنت قلقانة ان انا ابقى القرار بتاعي غلط. بس الحمد لله لما جربت التجربة مع ابني عمر، والحمد لله هو كويس واجتماعي وما فيش اي مشاكل. وانا يعني الحمد لله قدرت ان انا اعوضه عن موضوع ان هو يروح حضانة، ودخل كي جي 1 على طول المدرسة. وانا اللي اسسته والحمد لله يا رب، يعني بسم الله ما شاء الله مستواه كويس جدا في المدرسة، ودرجاته كويسة جدا. وفكرة برضو ان هو ياخد دروس، او ان هو يبقى في كي جي 1 وكي جي 2 ياخد دروس تأسيس، انا برضو ما عملتش كده. انا اللي بأسس وانا اللي بذاكر لهم. فالحمد لله اللي وصلت معاه في عمر شجعني ان انا اعمله مع التوأم. فانا دلوقتي لنا ولارا عندهم تقريبا 4 سنين ونص او اقل من نص كمان. فبدأت بقى نفس الوقت ده تقريبا انا كنت بدأت فيه مع عمر أسسه. فأنا بقى بدأت أعمل كده مع البنات كل يوم، ممكن يوم ويوم يعني على حسب، مش بضغط عليهم، بمشيها معاهم على إنها لعبة بطريقة حلوة. فكل يوم أو يعني يوم ويوم كده كنت أقعد معاهم 10 دقايق ربع ساعة وأقعد معاهم. فالنهاردة هوريكم أنا وصلنا مع بعض لحد فين، بس قلت الأول أحضر الفطار بسرعة كده. عملت لهم فطار ونقعت الحمص زي ما انتم شايفين، واحنا عاملين فول في البيت. فطلعت كيس فول. ما بحبش خالص اشتري فول من بره. وقلت بعد ما احضر الفطار ونقعد واروق كده، بحب اخدهم الصبح عشان بيبقى التركيز اعلى. قلت نقعد بقى نراجع اللي احنا خدناه واوريكم احنا بقى انا بشتغل معاهم ازاي او بذاكر لهم ازاي. وانتوا عارفين برضو ان عمر عنده امتحانات سنة اولى، ربنا يطلعنا منها بالسلامة يا رب. فقلت اخلي عمر يقعد يذاكر وهم بقعد اراجع لهم، وعشان يتعودوا ان هم بيذاكروا مع بعض، لان السنة الجاية هيبقوا هم كي جي 1 ان شاء الله. وبرضه هوريكم ازاي بهيئهم نفسيا بما انهم ما بيروحوش حضانة لاول يوم مدرسة، بحيث ان هم ما يبقوش خايفين ما يعيطوش، لان ده كله برضه عملته مع عمر. والحمد لله عمر اول يوم مدرسة كان كويس جدا، ولا عيط ولا عمل حاجة، وكان بالعكس كان متحمس ومتشجع ان هو هيروح المدرسة. فالحمد لله كل الحاجات اللي كانوا بيخوفوني منها ان انا اودي ابني الحضانة بسببها الحمد لله ما حصلتش معايا. والتجربة من وجهة نظري كانت ناجحة جدا. فعشان كده هكررها تاني مع التوأم، يعني هشارككم معايا، بحيث ان اللي عندها قدرة ان هي تعمل كده هيبقى احسن لها بالنسبة لي بكتير. لان ولادي قدام عيني انا بسمع عن كوارث بتحصل في الحضانات. ده عيش ماما عاملاه هو اللي خلاني عملت فطار كده، احنا طبيعي ما بنفطرش كده على طول، بس العيش كان تحفة. فقررت ان احنا نعمل فطار بقى بجد وحقيقي يعني. بس فالنهاردة هسمعكم بقى ازاي انا بذاكر للتوأم، وازاي بدأت أسسهم. احنا دلوقتي بدأنا في الانجليش بس من كتاب ذا بيست ستارت، هعمل لكم فيديو برضو عن الكتب اللي انا بجيبها واللي انا بستخدمها. طلعت اللحمة عشان هعمل حواوشي النهاردة للغدا. وفطرنا وقلت بقى اشغل بخور ونشرب كوباية القهوة عشان نروق كده، وبعدين هبدأ بقى اذاكر اللي انا ولارا. هسيبكم دلوقتي في الجزء اللي هو اللي بذاكر فيه اللي انا ولارا، وتسمعوا بقى معايا انا بذاكر لهم ازاي. وهرجع تاني اقول لكم ايه اللي ناويين ان شاء الله نعمله بعد كده، عشان اللي حابة تبدأ مع بناتها او مع ابنها. ممكن لو اقدر اساعدها يعني الفيديو ده يساعدها، هيبقى كويس قوي. لان انا بتبقى نيتي ان انا اساعدكم دايما، او انقل لكم التجارب اللي انا شايفة ان هي من وجهة نظري فادتني او كانت كويسة معايا. فهسيبكم مع الفيديو مع لنا ولارا، وارجع تاني اكمل لكم اللي انا كنت عايزة اقوله.
بس قبل ما تسمعوا البنات، بجد ريحة البخور دي تحفة، بحبها جدا وبتثبت في البيت وحلوة قوي. حبيت برضه اوريها لكم عشان لو حد ممكن يعرف يجيبها، حلوة جدا. يلا لينا ولارا. وش الصفارة؟ ماشي يا اختي. وش الصفارة. يلا ده اسمه ايه؟ لا احنا رجعنا امبارح قلنا ايه؟ قلنا ان لارا ليها ايه؟ صوت، ولينا ليها صوت. لو مامي غمضت عينيها ولارا اتكلمت او لانا اتكلمت، مامي هتعرفهم ولا لا؟ انا مغمضه عيني اهو، حد فيكم يتكلم؟ شركة بتتكلم. دي لارا. ها انا اهو. عمر. شركة ها بتتكلم. تعالت فوق القصر. دي لانا. شفتوا؟ غمضت عيني وعرفتكم من ايه؟ من الصوت، صح؟ ده برضو الحرف ده ليه اسم وليه صوت. انتي اسمك لانا، لكن صوتك انا بعرفه. ماشي؟ خطك جميل. اسمعيني بس، ركزي معايا انتي واختك. ده اسمه A، والساوند بتاعه صوته خلاص؟ يبقى كل حرف ليه اسم وليه صوت، نعرف اسمه ونعرف صوته. ماشي؟ يلا A make the sound. طيب استنوا عشان الشمس بس. ايه نسيتي تقولي الكلمات. او انتوا عارفين الكلمات؟ طب قولي يا لولو. ابل. قولي يا لا إلينا. ها قولي يا لارا. شاطرين. طيب هو ده كتاب مين، لانا ولا لارا؟ ده كتير. ده كتاب لينا ده. طيب بي make the sound. شاطرين. مش بس. ها برافو. سي make the sound. يلا شفتوا؟ انا هنا بقول ايه؟ كات، يعني بقول الساوند بتاعه، لكن هو اسمه ايه؟ سي. اسمك ايه يا حرف؟ اسمي سي. طيب انت عندك صوت؟ ايوه عندي صوت. ايه صوتك؟ ك بس كده. كان بيقول لك انا عندي صوت. هو ما بيعرفش يقول غير لا بس هو ازاي قال لك انا عندي لا هو بيعرف يكلمني انا، بس هو ما بيعرفش يقول عندي صوت. يعني ما بيجي في جملة ما بيعرفش يطلع منه صوت غير ك. ماشي؟ اول ما بيتحط في كلمة لازم يقول ايه؟ ك. ده ايه بقى؟ دي make the sound. طيب مع بعض قولوا مع بعض. اي make the sound. قولي دور. درام. داك. برافو. اي make the sound. عمر خيلتني، تعالى كده شويه عشان الخيال بتاعك. ايه شاطره. ها ايه ده؟ مين ده؟ شاطره. لا ما هي اللي انا قالت ده. اكزت. طيب اف make the sound. شاطرين. شاطر. فلاج. فلو. برافو. شاطرين. يلا جي make the sound. برافو. ها جير يعني بنوتة. ها جلافز. برافو. جيتار. يا لهوي على الشطارة. اتش make the sound. شاطرة. عايزة اسمع صوتك يا لانا. ماشي. هاند. فرخة. اي هاند. يلا اي make the sound. ايه انك. ها ايس يعني تلج. وانتي امبارح قلتي ايه ممكن نقول ايه تاني يا لانا؟ برافو عليكي، اللي كانت في كتاب عمر، صح؟ طيب جي make the sound. شاطرين. جاكيت. جام. برافو. عليك يا لارا. يلا كي. اسمها كي make the sound. ها ملك. كتابة. حلوة دي. كينج. كي. طيارة. كايت. انا عايزة اشوف انت خلصت قد ايه. ده لسه في عروسة. شفت بقى؟ قاعد انت مركز في الحروف وناسي المذاكرة بتاعتك. يلا ال make the sound. برافو. ليمون. شاطرة يا لانا. ها لامب. ها لا ليف يعني ورقة شجر. انا اللي بذاكرها. طيب
M makes the sound. شاطرين. motorbike. برافو. motorbike. ها moon. مون شاطرة. monkey. مانكي برافو. motorcycle. لا موتور بايك قالت صح. ها N makes the sound. نور. nest. ناس. ها قفا. صح صدقني صح. لا ده مش قفا، ده نك. ده اسمه ايه؟ وده نوز. ها O makes the sound. اخطبوط. octopus. اكتوبس. زيت. oil. اورنج. orange. لا مش برتقال، orange زي ما لنا قالت. طيب شاطرين. دي بقى اللي خدناها امبارح صح؟ يلا. ب makes the sound. B makes the sound. ب شاطرين. ها pyramids. pencil. piano. لا نقول ورا بعض عشان نبقى شاطرين كده. pyramid. pencil. piano. piano. النهارده هناخد بقى حرف جديد اسمه ايه؟ Q. دي بقطوع. Q. دي حلو بقى وهو بقطوع. مين اللي قطع دي؟ انا. شاطرة بتقولي الحقيقة. حاضر انا. ماشي. طيب Q. يلا يا عمر. Q. عمر هيعلمكم حرف ال Q الساوند بتاعه ايه؟ استنى لا استنى انت ارجع مكانك عشان بس الخيال. نعم. طب ازاي اكتب هو مقطوع بقى؟ هوريكي دلوقتي ازاي. Q makes the sound ايه يا عمر؟ كوا كوا كوا. يلا يبقى اسمه ايه ده بقى؟ Q. كوين. كوايت. يلا ايه دي يا ليلى؟ اللي انا خدت موقف عشان دي مقطوعه صح؟ هلزقها لك. مش انا مين اللي قطعها؟ انت اللي قطعتيها صح؟ يبقى انا مالي بقى؟ زعلانه مني انا ليه؟ مقطوعة. هوريكي دلوقتي دي يا هنكتب لارا. ازاي وهي مقطوعه. لا كيو. يلا بقى كمل. انا خليتك قلت الساوند. يلا بقى كمل عشان انا عايزه اشوف حليت كام. حليت قد ايه؟ صف واحدة بس عشان مركز معايا. كان زمانك لو مش مركز معايا كان زمانك خلصتها. يلا Q makes the sound. كوا كوا كوا. Queen. quick. quiet. سريع. لا quiet يعني هادي. be quiet يعني خليكي هادية. ما بقولك be quiet يعني خليكي هادية. quick يعني سريع. ايوه شاطرة. ده سريع. شاطرة. سريع. ودي كوين اللي انا بتحبها صح؟ بس هو انا بعمل معاهم بقى كده زي ما انتوا شفتوا. انا ببدأ اديهم الحرف، وبعد ما اديهم الحرف بنقعد نقول الكلمات بتاعته ونقول الساوند بتاعه، وبعد كده بوريهم ازاي بيكتبوه. بسيبهم بقى يقعدوا يكتبوا الحرف، ولما نبدأ حرف جديد بنرجع للحرف القديم نقوله معانا، وبعد كده نيجي تاني وهكذا لحد ما وصلنا للحل زي ما انتم شايفين للحرف ده النهارده. الموضوع ما بيبقاش بضغط، ما بقول لهمش يلا نذاكر، بحاول اخليهم هم اللي يجيبوا الكتاب، هم اللي يبقوا حابين في الوقت اللي هم بيقولوا عليه، عشان يعني ابقى حاسه ان هم فعلا مستعدين. وكمان انا اقول لكم ان انا ما بداتش معاهم غير لما هم ادوني اشارات ان هم مستعدين ان هم يتعلموا ده. هم اللي لقيتهم بقى يمسكوا الكتب بتاعت عمر، بيمسكوا القلم عايزين يتعلموا، بيسألوا عن الكلمات، لان اكتر وقت تقدري توصلي المعلومة بطريقة اسرع وتشوفي نتيجة احسن مع ولادك الوقت اللي هم بيدوكي اشارة ان هم مستعدين للمرحلة دي. يعني ابنك لما تلاقيه مثلا بدأ عايز يقف، عايز يعرفي ان هو خلاص عايز يتعلم يمشي، ان هو مثلا بدأ تشوفيه بيجيب لك قصة او بيجيب لك ورقة وبيقول لك خدي، يبقى هو عايزك تتعلميه، عايزك تتكلمي، عايزك تقري له. شفتيه بيحاول يمسك الاكل لوحده، يبقى هو عايز يتعلم ياكل لوحده. بتبقى اشارات الطفل بيديها لنا، والمفروض ان احنا بناخد بالنا منها، وده بيبقى احسن وقت تعلمي ابنك فيه الحاجة اللي هو عايز يتعلمها، لانه بيبقى مستعد انه يتعلم، فبياخد وقت اقل كتير من اي طفل تاني بتيجي تعلميه في وقت هو مش مستعد فيه ان هو يتعلم. فكل طفل طبعا بيبقى ليه يعني مختلف عن الطفل التاني، وده اللي بيفرق يعني فعلا في الاستيعاب، وبيديكي يعني بتشوفي نتيجة افضل في وقت اقل وبجهد اقل. فانا فعلا مش بضغط عليهم، بالراحة جدا واحدة واحدة، انا مش مستعجلة،
والحمد لله الحمد لله يا رب، نفس اللي كنت بعمله مع عمر الحمد لله هو بيتكرر بالحرف مع لنا ولارا. وان شاء الله باذن الله هبقى اوريكم احنا هنوصلنا لحد فين ومتابعه معاهم ازاي، لان انا الحمد لله مع عمر الحمد لله المستوى بقى كويس جدا. انا دلوقتي خلصنا الكتب، والمدرسه بعتلنا بقى زي ما انتم شايفين كده نماذج وحاجات بنحلها، عشان فاضل لنا امتحان لسه العربي والماس والديسكفر والدين. عندنا لسه مواد كتير المفروض هنمتحنها وكلها ورا بعض، يعني فترة كبيرة قوي هنقعدها وبعد كده هنرجع نمتحن ورا بعضه. فبحاول برضو مع عمر كل يوم نذاكر كده شوية عشان ما ننساش، لان احنا هنقعد اسبوعين وبعد كده هنرجع تاني للامتحانات. فبحاول كل يوم يذاكر مثلا امتحانين 3. وانا عندي برضو يعني قناعة تامة ان كل ما الطفل يحل كتير كل ما المعلومة تثبت والموضوع بالنسبة له هيبقى اسهل. السر مش في المذاكرة، السر في التمارين. في اي مادة يحل كتير عليها هتلاقي نتيجة كويسة، ما يحلش كتير عليها هينسى. التمارين مهمة جدا جدا للأطفال وبتساعدهم انهم يثبتوا المعلومة وانهم يتعودوا على اشكال كتير للأسئلة. فبصراحة بتفيدني جدا وانا بحاول اعمل ده مع عمر كتير. وبس ده كان الفيديو بتاع النهاردة. حبيت بقى بس اوصل لكم المعلومة دي واكلمكم عن تأسيس التوأم وان انا بعمل ايه، يمكن يكون فايدة لحد. واحنا بقى خلصت معاهم ودخلنا عملنا الغدا واتغدينا وبعد كده رحنا التمرين. كان عمر عنده تمرين النهاردة واخدت البنات معايا ورجعنا بقى. كنت خلاص ميتة من التعب، بس هم يعني طلبوا مني ان انا اقعد ارسم لهم شوية، يعني بعرف ارسم على قدي كده. فقعدنا نرسم شوية لان هم بيحبوا جدا جدا ان انا اقعد ارسم لهم وهم يلونوا الرسومات اللي انا يعني برسمها، وساعات هم يخلوني كمان الونها. المهم الحمد لله يا رب قضينا وقت حلو، قعدنا نرسم ولنا ولار قعدوا يلونوا، وعمر طلب مني ان انا ارسم له سبايدر مان، وانا مش عارفه انا برسم الحاجات دي ازاي والله، بس الحمد لله رسمته له ولونته له. وخلص اليوم على كده، وكان الحمد لله يعني يوم طويل ومتعب بس عدى على خير الحمد لله، والولاد كانوا مبسوطين. دي كانت فقرة الرسم اخر فقرة، ودي موهبتي اللي على قدي. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكم، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عن الكتب اللي انا بستخدمها لعمر واللي برضو هبدأ استخدمها للبنات زي عمر بالظبط. ان شاء الله اعمله لكم قريب، ولو عايزين اي اسئله او تسالوني في اي حاجه اسالوني في الكومنتات وانا هرد عليكم. هشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله، توحشوني. سلام عليكم.